السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. أورنج عملت حاجة حلوة جدا، عملت الإيداع بالكارت في أورنج كاش. تقدر دلوقتي تعمل إيداع سواء معاك بطاقة خصم مباشر من الحساب أو كريدت كارد. تقدر تعمل إيداع في محفظة أورنج كاش. بس ما سألنا خدمة عملاء أورنج على صفحة الفيسبوك بتاعتهم، هل الإيداع بيسمع سواء بقى من الكريدت، بقى بنتكلم على الكريدت، هل الإيداع بيسمع مشتريات ولا نقدي؟ فقالت لي ارجع للبنك، ولكن احنا هجرب معاكم فيزة مشتريات البنك الأهلي وكمان فيزة مشتريات بنك مصر، ونشوف الرسالة اللي هتجيلنا من البنك محتواها ايه. عشان نعمل إيداع بقى بندخل على برنامج أورنج عادي اللي هو ماي اورنج، لان برنامج اورنج كاش هيتوقف قريب، فاحنا هنعتمد بقى على برنامج اورنج. وبعد كده نخش على التابة بتاعة اورنج كاش. بعد كده بنلاقي حتة حلوة اهي، تاني واحدة على طول في تاني صف، اللي هي ايداع بالكارت، وحاطط لك عليها جديدة، فبنضغط عليها كده. في مجموعة بقى من الشروط والأحكام نقراها مع بعض ونفسرها كده عشان الناس تعرف الشروط والأحكام بتاعة الخدمة. بيقولك أول حاجة: اودع في محفظتك بأي بطاقة بنكية. الشروط والأحكام: خدمة الإيداع بالكارت هي خدمة جديدة تسمح لك بإجراء إيداع في محفظة أورنج كاش باستخدام بطاقة الخصم اللي هي بتاعة الحساب أو الائتمان الخاصة بك. بالنسبة لإحنا عملنا إيداع ببطاقة الخصم، ففي مش مشكلة، بيخصم على طول من الحساب أو من فلوسنا. المشكلة بقى عندنا في بطاقة الائتمان، ان لو احنا عملنا ايداع واتحسبت سحب نقدي فبيحسب عليها فايدة من اول يوم في العملية، ولكن لو مشتريات نقدر نسددها بعد 55 يوم او 58 او 57 يوم حسب نظام البنك اللي احنا تابعين ليه. تمام. بيقول لنا بقى باستخدام هذه الخدمة فإنك توافق على ما يلي. عندك بقى مجموعة من الشروط، وبقى نبدأ نقرأ الشروط. بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان أو البطاقة المدفوعة مقدما، يعني تقدر تعمل من خلال بطاقة الخصم اللي هي بتاعة الحساب بتاعك، أو بطاقة الائتمان الكريدت، أو المدفوعة مقدما زي بطاقة ميزة كمان تقدر تعمل بيها إيداع، الصادرة من أحد البنوك المصرية فقط دون غيرها. والمستخدمة هي بطاقة الدفع الإلكتروني الشخصية الخاصة بي، والمصرح باستخدامها في شحن رصيد المحفظة الإلكترونية أورنج كاش لكافة المعاملات تحت مسؤوليتي. يعني هيبقى الإيداع من خلال المحافظ، من خلال الكريدت أو بطاقات المصرية فقط. يعني لو معاك بطاقة أجنبية مش هينفع تعمل إيداع في أورنج كاش، ولازم تكون بتاعتك خاصة بيك، ما تجيبش بتاعت حد تاني تعمل إيداع في المحفظة بتاعتك. بإجراء عملية شحن رصيد المحفظة إلكترونيا أورنج كاش باستخدام تفاصيل بطاقة الدفع الإلكتروني، فإني أوافق تماما على أن تقوم شركة أورنج مصر للاتصالات أو أي من الشركات التابعة لها وشركائها بالكشف عن تفاصيل حساب الخط الهاتف المحمول الخاص بي المستخدم لتسجيل الدخول إلى المحفظة، بما في ذلك بيانات الشخصية للبنك المصدر للبطاقة أو البنك القابل للتحصيل في حالة وجود أي نزاعات مالية بخصوص هذه العملية. لما تعمل عملية وفي بقى نزاع، تقدر بقى من حق أورنج إن هي تدخل على بيانات الخط بتاعك، تعرف اسمك وعنوانك وحكايتك ودنيتك. كمان تقدر تعرف تفاصيل البطاقة بتاعتك وحسابك البنكي اللي انت شحنت من خلاله محفظة أورنج كاش. أدرك تماما أن البنك الأهلي المصري وشركة أورنج مصر للاتصالات لهما الحق الكامل في تعليق المعاملة أو استردادها أو إيقافها في حالة ملاحظة أي سلوك مشبوه فيما يتعلق بالمعاملة. يعني طبعا احنا عارفين أن محفظة أورنج كاش هي عبارة عن شراكة بين البنك الأهلي المصري وكمان أورنج كاش، فهم المسؤولين في أي عملية هيشكوا في الشبهة بتاعتها يقدروا يوقفوها أو يرجعوها، أو زي ما انتم شايفين يعني. المبلغ المخصوم من بطاقة الدفع الإلكترونية لشحن رصيد محفظة لا رجعة فيه، غير قابل للاسترداد ولا يمكن رده مرة أخرى إلى البطاقة. يعني أنت عملت عملية، ما ينفعش تقول لهم لا أنا كانش قصدي، أنا عايز أرجع العملية. ده خلاص بيبقى عملية لو خلاص تمت وصحيحة بتبقى عملية لا رجعة فيها. يتشارك كل من شركة أورنج مصر اتصالات والبنك الأهلي المصري ومقدم الخدمة فوري في 4 بيانات شخصية تخص العميل. طبعا احنا عارفين زي ما قلنا ان عندنا شركة اورنج وشاركها البنك الاهلي، وكمان بقى اللي مسؤولة عن شحن المحافظ فهي فوري. بيقول لك بيتشاركوا في البيانات دي: رقم الهاتف المحمول، عنوان الاي بي بتاعك اللي انت دخلت بيه من خلال النت،
ورقم بطاقة الدفع الإلكتروني اللي هي بطاقة الفيزا، وكمان عنوان البريد الإلكتروني، وذلك وفقا لقواعد تقديم الخدمة. يعني بيعرفوا البيانات بتاعتنا من الآخر يعني. الحد الأقصى لمبلغ عملية الشحن الواحدة هو 2000 جنيه مصري. تقدر تعمل إيداع في المحفظة بحد أقصى 2000 جنيه في المرة الواحدة. تتيح الخدمة لعملاء المحفظة الإلكترونية أورنج كاش شحن أرصدة هذه المحافظ خصما من بطاقة الدفع الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم. بيعيدوا تاني، بيقولك تقدر تعمل إيداع في المحفظة أو شحن المحفظة بتاعتك من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية، سواء خصم مباشر أو كريدت أو مدفوع مقدما. يجب إدخال البيانات الخاصة بالبطاقة البنكية كما هو موضح على البطاقة لإتمام معاملة شحن رصيد المحفظة. عشان تشحن لازم تدخل البيانات صحيحة، سواء اسمك، سواء رقم البطاقة، سواء الثلاث أرقام الشخصية اللي بتبقى على ظهر البطاقة. يرجى العلم أنه سيتم تطبيق رسوم إضافية عند استخدام هذه الخدمة، علما بأن الخدمة مجانية لفترة محدودة. يعني دلوقتي هم عاملين الإيداع في الكارت ببلاش، ولكن سيتم بعد كده، يعني بعد بقى ما الموضوع ينتشر والناس تفرح شوية، هيعمل بقى مصاريف على الإيداع زي فودافون 5 جنيه، وزي اتصالات برضو بقت ب5 جنيه بعد ما كانت مجانا. لا يمكن إلغاء عملية الشحن أو استرداد مبلغ الشحن بعد إتمام العملية، زي ما قلنا قبل كده فوق، معرفش بعيدها تاني ليه. قبول الشروط والأحكام يعتبر موافقة من العميل لاستخدام خدمة الإيداع بالكارت في المعاملات القادمة. يبقى قبول الشروط والأحكام بيقول لك كده خلاص إن أنت هتوافق على الشروط والأحكام. هنقول له موافق. بيجيب لي بقى هنا الإيداع في المحفظة. أول حاجة هنا بندخل رقم البطاقة، سواء كريدت أو خصم مباشر أو مدفوع مقدما ميزة. بعد كده بندخل تاريخ الانتهاء بتاع البطاقة، مثلا يبقى سنة شهر 11 2027 2025. الرقم السري بيبقى على ظهر البطاقة تلات أرقام كده، بيبقوا مهمين جدا وما تديهمش لأي حد. واسم الراسل اللي هو اسم مالك البطاقة. كمان بقى المبلغ احنا قلنا هيبقى من 100 جنيه لحد 2000 جنيه، ده أقصى حاجة. اسم المستفيد اللي أنا هبعت له، طبعا أنا بعمل إيداع في محفظتي فهيبقى اسمي برضه. وغرض التحويل إيداع في المحفظة، والمجموع بعد كده بنتأكد تأكيد الدفع. تابعوني كده، هجرب أعمل إيداع من خلال محفظة الكريدت كارد بتاعت بنك مصر، ونشوف هيسمع معانا ولا لأ. زي ما انتم شايفين، جربت عملت إيداع من خلال برنامج من خلال بطاقة مشتريات البنك الأهلي. تم الإيداع بنجاح زي الفل أهو. حتى لما جايب لي الأو تي بي، جاي لي بيقول لي عملية شراء التي تقوم بها ب100 جنيه عند أورنج إي جي، فتعتبر دي جاية من البنك، تعتبر إن شاء الله عملية شراء. تمام. لما جاي بقى تم خصم 100 جنيه من بطاقة ائتمان كذا عند أورنج ايجيبت، فسمعت كعملية شراء. ولكن لما جيت اجرب بقى مع فيزا مشتريات بنك مصر، برضو لسه غير فعالة، وبيقول لي غير مسموح باستخدام هذه البطاقة في هذه الخدمة. فاحنا كده عندنا حاجة جديدة، ان هي اشتغلت على كريدت كارد بتاع البنك الاهلي. الناس برضو اللي معاها اي كريدت كارد تاني تجرب في مثلا اي بنك تاني، طبعا بقى بنك القاهرة، اي بنك CIB، تجرب وتشوف هيقبل ايداع ولا لا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، وان شاء الله لو في جديد هشارككم بيه. واستنى كمان بعد يومين واشوف العملية هتسمى عندي برضو، اتأكد ان هي مشتريات ام هتبقى سحب نقدي، بس هي ان شاء الله هتبقى مشتريات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.